يا صباح الفل يا صباح السعادة على عيونكم. النهاردة بقى هنعمل وصفة اقتصادية جدا بنجيبها من المطاعم غالية جدا. النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة جدا وهي الكوردون بلو. طبعا ناس كتير ما بتاكلوش الا في المطعم، بتخاف يبوظ منها في البيت، مش بتعرف تعمل الوصفة صح. انا النهاردة هعمله لكم بكمية وفيرة وهعمله لكم اقتصادي جدا جدا. هتعمليه كل يوم، يعني بصدر فرخ واحد هتعملي كل يوم الكوردون بلو. سهل بسيط، ما فيهوش اي حاجة خالص. مش هنحط له بقى الجبن المكلفة والحشوات المكلفة، كل الحاجات دي كلها انسيها وحطيها على جنب. النهارده هتعملي الكوردون بلو بطريقة سهلة جدا وهتدعي لي ان شاء الله. وبجد طعمه يا جماعة عظمة عظمة بجد والله العظيم. عايزة اقول لكم ان كل الكمية اللي قدامكم دي بصدر فرخة، يعني صدر فرخة كامل كده عملنا بيه الكمية دي كلها. وبيبقى طبعا الكوردون بلو اللي هو بتاع المطاعم بيبقى محتاج ان هو كل رول من دوت محتاج صدر فرخة كبير وبس. تمام، غير الحشوات بتاعته. انا النهارده بقى هعملها لكم بطريقه اقتصاديه جدا. بس قبل بقى ما نبدا الفيديو، يلا لايك وشير وكومنت حلو منكم ليا، وشاركوا الفيديو لاصحابكم، ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. انا عندي هنا صدر فرخه، يعني صدرين زي ما انتم شايفين، انا خليت منهم العظم، غسلتهم نشفتهم. هبتدي بقى ان انا دلوقتي اقطعهم مكعبات، شرايح، اي حاجه. انا كده كده هفرمهم في الكبه فيتقطعوا معايا زي ما يتقطعوا. اهم حاجه ان هم يبقوا قطع صغيره عشان يعرفوا يتفرموا معايا في الكبه. انا كده ابتديت بقى ان انا بقطعهم. هجيب الكبه بتاعتي وانزل بقى بالكميه بتاعه الفراخ، دولت صدرين. اعملوا لي كل الكميه اللي قدامكم، سهل وبسيط وبطريقه موفره جدا، مش معقده. هتعمليه سهل، تبداي تعمليه لعيالك كل يوم. طبعا كلنا بنحب اكل المطاعم، بس طبعا في البيت هيبقى انضف واسهل واوفر بكتير. جبت بقى الكبه بتاعتي ونزلت كده بقى بالصدرين بتوعي. عندي هنا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، عندي هنا بهار فراخ. مش هحط اكتر من كده. دي التوابل بتاعتي سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. هاخد بقى الحاجات الحلوه دي كده كلها مع بعض، التوابل والفراخ، واضربهم ضربه حلوه. انا عايزه الفراخ تتضرب معايا وتبقى خشنه. انتوا فاهمين؟ انا عايزاها تتضرب معايا وهوريها لكم دلوقتي تبقى ايه، خشنه مش ناعمه خالص. انا مش عايزاها سايله، انا عايزاها تتضرب معايا وفي نفس الوقت تبقى خشنه. هفضل بقى افرم فيها كده مع التوابل، وهي دي كل الوصفه بتاعه الفراخ بتاعتي. مش هحط فيها اي حاجه خالص، الفراخ والتوابل فقط لا غير. هنزل بقى كده بعد ما اتفرمت هحطها في فوله، ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعضينا. طبعا احنا عارفين الحشوات بتاعه الكوردون بلو بتبقى بقى جبن مدخنه ومش عارف ايه مدخن. لا، احنا النهارده هنعمله باي حشوه موجوده عندك في البيت. يعني اي حاجه موجوده عندك وقادره تجيبيها تحت ايدك هاتي واعملي بيها. انا جبت الكميه بتاعتي كده، حطيتها في التلاجة على ما حضرت حاجتي. عندي هنا الروز بيف ده رخيص جدا مش غالي، وعندي جبنه موتزاريلا صوابع. هجيب بقى هنا رول كده ستريتش، وانا هقسم العجينه بتاعت الفراخ دي على 3 رولات. زي ما انتم شايفين طلعوا 3 رولات معايا متوسطين حلوين، يقضوا عيله 5 تنفار. احنا 5 تنفار قضونا ما شاء الله. الكميه كانت قدامكم، لما قطعتها كمان ادت اكتر. هجيب بقى الاسترتش كراب بتاعي وانزل كده بقى ايه، افرده. وهاخد بقى تلت العجينه، تلت عجينه الفراخ. وعندي هنا كيس تلاجة، وهبتدي ان انا احط التلت ده وانا عايزاه على شكل مربع او مستطيل. هفرده كده، هحطه زي الكوره واحط الكيس التلاجة عليه، وابتدي افرده بايدي بمردنه عادي. هو سهل جدا، انا فردته بايدي ما خدش مني ثواني. الوصفه سهله جدا. ناس كتير بتبقى خايفه ان هي تجربها، بالنسبه لها الوصفه معقده، تحب تشتريها جاهزه. لا، اعمليها وهتدعي لي بجد والله العظيم. اقتصاديه جدا، يعني انا على طول بعملها من كتر ان هي بقت سهله بالنسبه لي. انا على طول بعملها. همسك كده بقى زي ما انتم شايفين، هظبط بقى الكميه بتاعتي دي على شكل مربع او على شكل مستطيل. وهنشوف دلوقتي مع بعض بكل سهوله. انا ما جريتش الفيديو بتاعي عشان عارفه ان في خطوات بتبقى محتاجه ان هي كده يعني واحده واحده كده، فانا ما جريتوش خالص. بصوا بايدي بعمل كل حاجه، بايدي شغاله يمين وشمال وبفرد وبظبط وكل حاجه ما شاء الله. هبتدي بقى ان انا بصوا يعني ايه، بخلي السمك بتاعه عادي. هتشوفوه دلوقتي سمكه عامل ازاي، مفيش اي مشكله وهيتلف معايا رول. بس اهم حاجه الجبنه ما تطلعش بره الرول. هنحطها ونقفل عليها كويس جدا، احنا مش عايزين الجبنه تطلع بره. كده جهز معايا. هبتدي بقى ان انا احط الحشوه بتاعتي. طبعا الحشو على ذوقك، عايزه تجيبي الحشوات الغاليه هاتي وحشي. يعني انا بخليها لكم اقتصاديه خالص. الناس اللي هي بتبقى معقده ان الاكله غاليه ومش هقدر اعملها، لا، بابسط حاجه. الاكل دوت عندك في التلاجة، والفراخ هتبقى موجوده، وان شاء الله ربنا هييسر لك الحال كله. جبت بقى هنا هو الروز بيف، حطيت قطعتين. وما تكتريش مش بالكتر عشان يبان طعم الفراخ وطعم الحشو وطعم كل حاجه فيه. كل حاجه بيبقى ليها طعم معين.
هجيب بقى كده من الجنب بالاسترتش كراب، لاني انا دوت مش فراخ صحيحه، دي فراخ مفرومه، فبالراحه كده واحده واحده. وهبتدي ان انا الف الرول بتاعي. بصوا بكل سهوله هلف اول طبقه وارجع واقفل تاني طبقه، كله بالاسترتش كده واحده واحده، وبظبط ايدي وانا بقى اللي بهندس الدنيا بقى، والدنيا هتبقى زي الفل. هبتدي بقى اقفل الرول بتاعي كده زي ما هو، هبرمه من الجناب واديله كده لفه حلوه، ويبقى جاهز معايا ان هو يتشال في الفريزر. يعني من مده من 4 ل6 ساعات لازم يتشال في الفريزر عشان اعرف استخدمه، يبقى ماسك نفسه، ان انا احطه بقى في البيض والبقسماط يبقى كله ماسك نفسه. مفيش كده اي مشكله خالص. خلاص معايا اول رول، هكرر التاني والتالت بنفس الطريقه، سهل جدا مفيهوش اي حاجه. وهبتدي زي ما قلت لكم ان انا اشيله في الفريزر، بس مفيش اي مشكله. سهل ولا مش سهل؟ يلا بقى حطوا لي اللايك والكومنت الحلو بتاعكم فين، او بجيب لكم اكلات اقتصاديه جدا. هكمل بقى الكميه ونرجع نشوف. عملوا معايا 3 رولات ما شاء الله. والله يا جماعه فعلا يعني شبعتنا. كلي بقى مع بطاطس محمره، مكرونه، رز اصفر، رز بهار، اللي تحبيه اعمليه معايا. بصوا بشيل بقى انا الحتت، طبعا الشكل طبعا لازم اشيل بقى الحتت كده اللي هي في الجنب دي مطرح ما برمت الورقه كيس التلاجة، علشان يبقى شكلها حتى حلو. بقول لكم بقى انا هشيلها دلوقتي بقى في الفريزر ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى انا بحضر الكفر بتاعي. عندي بيض، ملح، فلفل اسود، طبعا مثلث الرعب كلنا عارفينه، دقيق، بقسماط، او اي بقى حاجه انت عايزه تعمليه بقى، كورن فلاور، اي حاجه. هجيب بقى هنا زي ما انتم شايفين انا شلت بقى منها الاسترتش كراب وتشال بكل سهوله، لان هي كانت لسه بصوا يعني جامده. هنزل من الدقيق على البيض على البقسماط، والخطوه دي كلنا كده عارفينها. وبعد كده بقى هكون حاطه الطاسه بتاعتي في زيت، ومش هحطه غزير يعني هياخد كده نص الرول بتاعي. وهفضل بقى ابتدي ان انا احمرها من كل الجناب، يعني يعني هوطي النار ان هي تستوي من كل الجناب. انا عايزه النار توصل للجبنه عشان الجبنه تطلع معايا سايحه. اهو الزيت زي ما بقول لكم، زيت درجه حراره عاليه، وهوطي بقى النار عليه عشان اسويها واحده واحده من كل جنب. هبتدي اقلب ال4 جناب هسويهم. الكوردون بلو بتاعي هيطلع ذهبي كده زي ما انتم شايفين، لونه روعه وريحته جميله، وعايزه اقول لكم طعمه خطير بجد، عجب جوزي وولادي. هنبتدي بقى كده نقطعها. عايزه تحطي لكل واحد رول لو انت عامله بقى زياده، لو انت زي حالاتي كده هتقطعي وتحطي لهم كل واحد 3 4 قطع. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم عايزه اقول لكم القطعتين بيشبعوا، يعني هو فراخ وجواه حشوه، فبجد بيشبع. يا رب كده بقى يكون الكوردون بلو بتاعي الاقتصادي عجبكم، ويكون الفيديو خفيف وحلو. ويا رب اكون افدتكم. بقول لكم بصوا باظظ الجبنه يا جماعه، باظه خالص. بصوا ما شاء الله، والله العظيم انا عايزه اقول لكم ان انا بعمله على طول، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي افتكاسات. ان شاء الله تجربوه، تكتبوا لي في الكومنتات، ولو عندكم طريقه تانية اكتبوا لي بتعملوه ازاي. ولو عايزين اي وصفه عينيا عشانكم اكتبوا لي برده في الكومنتات، وانا من عينيا انزل لكم الوصفه على القناه. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف. كنت معاكم رشا السيد. يا رب كده اكون افدتكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.